يا عز، يا عز قوم يا حبيبي، الظهر هيدن علينا. هو انا لازم اصحى الظهر يعني يا حنان؟ الله يرحمك يا ماما، سبتيني للغلب والمرار ده ليه بس؟ يا ابني هو انت كل يوم لازم تصحى المغرب؟ شويه اصحى انا، بس شويه اصحى وطفي النور ده بقى. طب قوم قوم شوف اخوك عايز ايه وافطر معاه وبعدين ارجع نام تاني. قولوا له نايم بقى، قولوا له نايم. سامعك على فكره. ها عاجبك كده يعني؟ انا مش عارفه اقول حاجه غير ان ربنا يهديك، ربنا يهديك ويصلح حالك. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا حنان، الباشا لسه ما صحيش لحد دلوقتي؟ صحيته اهو جاي. اهلا يا صباح اللي بتغني. صباح الفل. ايه مش ناوي تظبط نومك ده بقى ولا ايه؟ سيبها على الله دعواتك كده. طب يلا قوم ظبط حالك كده واغسل وشك عشان تيجي الورشه معايا. هو انتم مصحيين عشان القصه دي؟ انا نفسي تفهم ان انا مش عايز اشتغل معاك في الورشه. يا عم سيبني بدماغي، انا لاقي دماغي اشتغل بيها بقى. يا حبيبي ما تنزل مع اخوك ويبقى كتفك بكتفه بدل قعدتك دي. يا حنان اتكلمنا في القصه دي بقى، خلاص بقى فكك مني. ايه انا الاسلوب اللي زي الزفت اللي بيتكلم بيه اختك ده؟ دي في مقام والدتك الله يرحمها. معلش معلش هدي نفسك بس. يعني انا غلطان يا حنان ان عايز ينزل هو فرشه ابوه؟ استهدى بالله. لا يا عم مش غلطان، وبمناسبه ورشه ابويا كده كده موضوعها جاي. يعني ايه موضوعها جاي؟ يعني هظبط حالي واظبط دنيتي واجي لك في الورشه بتاعتنا واقول لك ايه اللي هيحصل. ايه كلام الالغاز اللي انت بتقوله ده؟ يوه هو فين كلام الالغاز يا حنان؟ ما بقول لك هظبط حالي واظبط دنيتي وبقول لكم ايه اللي هيحصل. ده اسلوب تكلم بيه اخوك؟ خلاص يا حنان، وسيبونا ننام شويه بقى. خلاص يا حنان مش وقته، سيبيه دلوقتي. معلش يا حبيبي ما تزعلش، ربنا يهديه يا رب. يلا بقى اقعد كل لقمه، ده انا اللي عامله لك الفطار بايديا. تسلم ايدك يا حنان، يا دوبك الحق الورشه مستعجل شويه. عايزه حاجه؟ عايزه سلامتك يا حبيبي، والنبي ما تزعل ما تزعلش يا فارس. لو عايزت حاجه بكلميني. تسلم لي يا غالي. السلام عليكم. مع السلامه حبيبي، خلي بالك على نفسك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زي العسل قوي، تسلم. لا انا كنا عايزين يعني نسأل الفلوس اللي احنا داخلين بيها دي هتبقى نسبتنا قد ايه؟ ماشي. لا هو قاعد جنب مني اهو، لو قال تمام هنتوكل. قول له تمام يلا. ماشي. سلام سلام. طب يا زميلي انا كده مستنيك انت، خلي بالك. يا عم بالكتير قوي قلت لك الفلوس اسبوع تبقى عندك، خلصت الشغلانه. يا عم هنشوف، بس ما ترجعش تلومني لو المصلحه تقوم. كتير مين يا عم؟ واحد الله بس، ده انا فيها لحد ما اخلص فيها وربنا. ايه مالك؟ تشرب ايه؟ هنبص على البوجات وعلى المباين. تمام، اعمل ده عزوز. نورت الدنيا يا حبيب اخوك. بنورك يا اخويا كبير. بذمتك مش حاسس ان المكان ناقصك؟ لا هي حلوه عليك، لا عليك انت اكتر. طب روح حل المكنه اللي جوه انت عزوز. مش هتبطل طريقتك دي بقى؟ مالها طريقتي بس يا عم، انا حلو اهو. طب والحلو ناوي على ايه؟ هنبيع ولا تاخد نصيبك؟ هنبيع ايه واخد نصيبك في ايه؟ لا ما هي مش محتاجه شرح، ما هي مفهوم. ما تظبط على طريقتك دي في ايه؟ مالها طريقتي بس يا عم؟ ما بقول لك ايه، هنبيع يا تاخد نصيبي. هتكلم ايه عن غير الورشه؟ الورشه؟ انت عايز تبيع ورشه ابوك؟ عايز؟ نبيعها عادي. الحقيقه يبقى من الميت يا اخويا يا كبير. وبعدين يعني انا بصراحه شايف انت الوحيد اللي مستفيد منها، وانا يا دوب باخد منها ايجار بس. فيا نبيعها يا تاخد نصيبي واظبط حالي انا بقى. وتشوف حالك في ايه بقى ان شاء الله. مش موضوعنا. لا موضوعنا. هو انت عايش في الدنيا لوحدك؟ ده انا اخوك يا عبيد، وانا هقرا لك الخير يالا. طب يا اخويا يا كبير، عايز اظبط حالي، اديني نصيبي بقى. ماشي عايز. ملوش لازمه الورشه تروح حد الغريب واحنا عايشين على وش الدنيا. يعني سيبني كده كام يوم هظبط حالي وهقول لك الدنيا هتمشي ازاي. طب خلاص بقى، انت ما تظبط حالك وكده. انا عايز اسكت 100,000 جنيه وظبط حالك وورقك بقى انت على مهلك، عقبال كمان ما تجيب لي بقيه الفلوس. حاضر يا عز، اعتبر ال 100,000 جنيه معاك من بكره، بس عايزك تعرف اني معاك مش ضدك. ربنا معانا كلنا. تسلم يا حبي. خد كاجو، خد كاجو حبيبي عم حسام الكبير الدلع. خد يا عز، دول ال 100,000 اللي احنا اتفقنا عليهم. يا حنان. ايوه يا فارس. عشان تبقي شاهده وعارفه ومحدش عالم بالدنيا برضو، اخوك عايز يبيع نصيبه في الورشه. ايه؟ وعشان تبقي على علم برضو يا حنان، هو وصل له مني 100,000 جنيه وليه في ذمتي 500,000. هظبط حالي وعلى اخر الشهر هيكونوا عندك يا عم عز. ولو عرفت يجوا قبل كده يبقى عسل قوي. هو ايه اللي تبيع الورشه وتبيع نصيبك؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انا بعمله؟ عادي، هو ده مش ورثي؟ هو حد قال انه مش ورثك؟ ده بدل ما تنزل تقف فيها. حنان بالله عليك انا زهقت من الكلام ده، سيبيني اشوف طريقي بقى. طريقك اللي مش باين له ملامح ده صح؟ يا عم وانت مالك؟ هو انا جيت قلت لك اديني حاجه من جيبك؟ انت ازاي تكلم اخوك بالشكل ده؟ ده اخوك الكبير يعني في مقام ابوه. انا مفيش حد زي ابويا ولا في حد هيبقى زيه. وبعدين انا مش فاهم انتوا بتتكلموا على طريقتي ليه؟ هو عنده حق يا حنان، مفيش حد زي ابويا ولا انا زي ابوك يا عز، بس انا برضه اخوك الكبير وخايف عليك.
لا تتحط في حاجه انت مش عارفها. يا عم ربنا يخليك، لو احتجت حاجه مالكش دعوه بيا، اوعدني بالله عليك ما تقفش جنبي. يا ريتني كنت اعرف ما اقفش جنبك يا اخي. بقى ده جزاته انه خايف عليك؟ يا ستي كتر خيره، انا اللي كان ليه حق في انه يسالني بعمل ايه وما بعملش ايه. يابا الله يرحمه، والله يرحمه يا جماعه. الله يرحمه. فلوسك موجوده هي يا ابني، ولو عوزت حاجه هتلاقيني جنبك، لاني معاك مش ضدك. ربنا معانا كلنا. تصبحوا على خير. انت هتسيبه كده؟ تصبح على خير يا حبيبي. صباح الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ايه خسرت وانا كسبت عشان اخسر؟ يا عم وانا مال امي، هو انت خسرت لوحدك؟ ولا ورب الكعبه ما طلعك منها وفلوس تجيلي. يا عم كلنا خسرانين شبه بعض، هنتعارك. قول له يا عم، قول له ان احنا كلنا في مركب واحده. انا خسران زيك يا عم عز، يعني اكيد لو في ايدي حاجه اعملها هنفذ. طب يا جدعان صلوا على النبي. بص يا عم مراد، انت ما بتعرفش الفلوس دي جايه لي ازاي، ده شقى عمري. اخواتي انا متاكد ان كده كده الثغره دي هترجع تفتح تاني وهنعوض كل اللي احنا خسرناه. اتقالوا عليا بس، وادوني بقى الفلوس عشان اروح اديها للراجل. مالك؟ هو انت كمان لسه عايز فلوس تاني؟ يا عم هو انا باخدها احطها في جيب امي؟ ما هو انت لازم تدفع اللي عليك وتكمل عشان العجله ترجع تدور ونكسب. طب يا جدعان يا جدعان انا ممكن اتصرف وابيع عربيتي، بس المهم الفلوس ترجع. يا عم هترجع، والله هترجع يا جدعان ما تقلقوش. ايه يا اشرف، قالوا لي ان انت هنا معاك حاجه ولا ايه؟ يا عم فارس بالله عليك عايزك بس تظبط لي العربيه وتروقها لي كده عشان ازقها. ليه يا ابني انت لحقت؟ انت لسه شاريها. في مصلحه كده كنا داخلينها انا وعز وخسرنا مبلغ كبير قوي، هو ما حكالكش ولا ايه؟ لا حكالي طبعا، هو عايز بيخبي حاجه عليا؟ ده انا حتى اتضايقت قوي، حتى كنتوا داخلين ادوات مكتبيه. تداول ايوه تداول وكشاكيل. تداول وكشاكيل ايوه. وايه اللي حصل تاني يا اشرف؟ لما سيح ال 100,000 بتوع الورث. سيحوا ال 100,000؟ وراح سالت الغوشه اللي عليها تعبان. واحد قهوه مظبوط لاشرف هنا. بقول لك ايه يا عز، محتاجك في مصلحه كده ومش هامن حد غير اخويا. هتجيب لي بقيه الفلوس؟ ما ده الموضوع، ما انا هسافر كام يوم كده مصلحه الشغل كده عشان اجيب لك بقيه الفلوس. مش انت عايز بقيه الفلوس؟ يا ريت، انا فعلا محتاج الفلوس. ما انا هسافر بقى اقضي مصلحه كده واجيب لك بقيه الفلوس، بس انا عايزك تقف مكاني في الورشه وهديك اللي انت عايزه، بس المهم تبقى مكاني. اعتبره حصل. تمام؟ انت تمام؟ تمام اصل انا تمام، المهم ان انت تمام. تمام دايما يا حبيبي تمام. طيب استاذن انا بقى زي ما اتفقنا. السلام عليكم. طب يا عم تمام، اديني بس يومين وفلوس تبقى عندك. يا عم يومين ثلاثه اللي انت عايزه. يا عم قشطه. طب يلا روح. طب يحاسب على اللي هو شرب. بقى الشويتين اللي انت بتعملهم عليا وعلى اخويا دول ما ياكلوش معايا. صليت على النبي، قدامك طريقين، يا ترجع الفلوس بما يرضي الله ويا دار ما دخلك شر، يا ابوك يحل في القصه دي. قلت ايه؟ فلوس ايه بفلوس واخو مين؟ الحوار ده كله خارج عني. يبقى ابوك يحل في القصه دي. تعالى يلا معايا. طب انت قافشني كده ليه؟ انا وحشك للدرجه؟ لا يا عم فارس، وانا ما يرضينيش الكلام ده يحصل، بس برضه الغلط مش على مراد بس. الغلط مش عليه برضه، ما قلناش حاجه، بس برضه ابنك لو ما كانش ضله ما كانش ده حصل. حصل خير يا عم فارس، بس عدل ربنا يمشي. اخوك وابني غلطوا وانا متكفل بنص ابني. يابا يعني هم خسروا لوحدهم؟ ما هو انا كمان اتلطيت معاهم. بس يا مراد لما نروح البيت لينا كلام تاني. بتقول حاجه يا مراد؟ اصل انا شايف خدك ده متنفخ شويه، درس عقل ده. اكيد طبعا. كل يوم يخش لي البيت بدرسه وهو يرق. مش بقى. وهو كذلك يا حاج اسامه، بس انا ما جيتش النهارده عشان الفلوس، دي اخر حاجه نفكر فيها. حتى اسال ابنك احنا مين. انا جيت لك النهارده عشان تربي ابنك انه يشتغل بالحلال، لانها لو عدت مره مش هتعدي التانية. والله ما حد عارف، لولا اللي حصل ده ما كناش عرفنا راجل محترم زيك. كلك واجب يا حاج اسامه. العيال ولاد الذين النصابين دول فاكرينها سايبه، واي حد يقدر يتنصب عليه كده. ايه ده؟ فلوسك. فلوس إيه؟ انت عملت ايه؟ جبت لك حقك، وطول ما انا في ظهرك محدش يقدر ينصب عليك، بس ما تبقاش تخبي عليا تاني الله يكرمك. على فكره كده كده انا كنت هجيبهم، بس كل واحد وليه طريقته. يا جدع دايما في ظهر بعض يا اخويا يا كبير. دايما يا حبيب اخوك. وبالنسبه للفلوس اللي انت خدتها دي اعتبرها من شغلك ونصيبك في الورشه زي ما هو. كده كتير على فكره، وجميلك ده انا مش هنسولك ابدا. لا جميل ايه، بقول لك اعتبرها من شغلك، يعني هنخصمها منك. خصم ايه يا فارس؟ ده الواحد لما بيقع بيقول اخ. لا انا بقول عادي، ما تجيبش سيره الاخ. وبعدين انا عامل معاك واجب على فكره، ده انا كنت همضيك لا واجب ايه؟ لو كده همشي بقى. لا تمشي تروح فين؟ احنا مالناش غير بعض يا عبيط. حصل. هوزع شربات بالموز بالموز بس على حسابك. مصمم تدفعني كل ما اي حاجه تدفعني. تجري على في شغلك. اي حاجه تدفعني. هتسار معايا.